وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده الفيديو ده يعتبر للناس المبتدئين او الناس اللي مش بتعرف ترسم الحواجب شعره شعره بقى، او ترسمهم راحه مناسبه، عايزه لوك خفيف، حاجه بسيطه. الفيديو بتاعنا النهارده بقى يعني خفيف وسهل وسريع، وحاجه مش هتكلفك كتير، وحاجه اكيد اكيد عند البنات كلها في البيت. طيب ايه الفيديو بتاعنا النهارده؟ الفيديو بتاعنا النهارده زي ما انتم شايفين كده حواجب زي ما انا مصورها لكم قبل وبعد. هصورها لكم بعد، شكلها حلو جدا جدا جدا. بتبقى واخده لون كده، بس لان الحواجب اللي معايا النهارده مش هعرف ارسمها شعره شعره للاسف، لان اوريدي الحواجب اصلا شعرتها سودا وتقيله. اللي يترسم شعره شعره ويبقى باين فيه لما يبقى حاجب عندي خفيف او شعره يعتبر فاتح شويه عن كده. الحواجب اللي معايا حلوه جدا جدا، مش محتاجه رسم، هي محتاجه تاخد لون وحاجه بسيطه خالص خالص خالص. انا عاملاها لكم، عملت لكم حاجب، وانتوا قولوا لي بقى في التعليق اكمل لها بقى الحاجب التاني ولا لا، لان قعدت تضحك جدا وقلت لها مش هكمل لك التاني لما اشوف راي الناس. هيقولوا لي ايه، اكمل لك هكمل لك، مش هكمل لك خلاص هسيبك على كده. قعدت تضحك حتى هي في الفيديو فصلان، مش مبطله ضحك على اللي انا كنت بقوله. يعني ان انا ازاي همشيكي بحاجب وحاجب. هي اصلا دمها خفيف وروح حلوه يعني. فشوفوا بقى، تعالوا بقى نشوف الفيديو. دي كل دي صور قبل زي ما انتم شايفين. هجيبها فيه مشكله مكان ما انا حاطه صبعي كده زي ما انتم شايفين. المشكله اللي عندي زي نقره كده او حته في الحاجب من ورا مش كويسه او مش مظبوطه. الحواجب باينه زي ما انتم شايفين كده. عندها واحد راسه مربعه وواحد ملخفن شويه. دايما في ناس، اغلب الناس يعني بيبقى عندها حاجب وحاجب زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي ان احنا نرسمهم. هنرسمهم بايه؟ هنرفع الحاجب الاول كده بمسكره لون، عشان احنا قلنا في اول الفيديو الحاجب اللي معايا اصلا تقيل، يعني الحاجب بطبيعته اصلا تقيل، فمش محتاج نرسم فيه شعره شعره لان مش هيبان اصلا. هتشوفوه دلوقتي شكله حلو قوي قوي وباين طبيعي. شايفين الجمال؟ شكله باين طبيعي. احنا بس بنحدد عشان نعمل له راس، بنحدد من تحت كده زي ما انتم شايفين. حتى الحاجب اصلا باين معايا ان هو يعني مش تقيل ومش اوفر. هي مش حاطه ميك اب، فهي لو حاطه ميك اب بقى كمان هيبقى اجمل واجمل. ليه؟ لان كمان هي مش عامله الحاجب، يعني المفروض الحواجب مش محروده ومش متنضفه، حواجب كده على وضعها زي ما انتم شايفين كده. عملنا بالمسكره اللون، انا مصورها لكم في اخر الفيديو. عملنا بالمسكره وبدانا ان احنا نملى الحاجب من ورا شويه. حاولنا ان احنا برضو الراس نلعب فيها شويه من قدام كاننا راسمين فيها. انا حاولت ان انا ادخل على العدسه بتاعتها على اساس ان انا ابين لكم ان انا زي اللي راسمه شعر، وجيت من تحت الحاجب كده لازم احدده كده، وبعد كده احدد بكريم اساس زي ما انتم شايفين كده. هي بقى هتضحك دلوقتي وهتقعد تفصلنا ضحك ومش هنعرف نكمل التاني فعلا. هقول لها كفايه عليكي كده، فانا ما صورتهاش الا بواحد بس فعلا والله، من كتر ما هي قاعده تضحك. زي ما انتم شايفين كده شكل الحاجب حلو جدا جدا وباين طبيعي وباين بسيط وهادي، نقدر كلنا نعمله لنفسنا في البيت. انا عملته ازاي؟ عملته بمسكره حواجب اللي هي درجه 3. طبعا المسكره دي درجات، وفي نوع كمان نازل جديد اللي هو مدي بلمعه كده شويه. زي ما انتم شايفين كده انا منوره الفلاش عشان تشوفوا اللون. شايفين الحاجب ده من الحاجب ده؟ طبعا فرق جدا وغير الشكل جدا. هي مش حاطه اي حاجه زي ما انتم شايفين كده، غير ان احنا رسمنا بس الحاجب وادينا له رسمه بسيطه جدا زي ما انتم شايفين كده. عملنا بمسكره وجينا على الحاجب من ورا مليناه بقلم كده خفيف او بودر. ما عندكيش قلم يبقى عندك بودر، ما عندكيش مسكره ممكن برضو ترسميه بقلم. هي قاعده تضحك دلوقتي، قلت لها والله ما هصورك، اعمل لك استغفر الله العظيم، قلت لها والله ما هكمل لك الحاجب التاني، وفعلا اقسم بالله ما كملتش. فعشان كده ما صورتلكوش التاني، عملنا حاجب واحد لان هي مش مبطله ضحك برضو. تقول لي ازاي هتمشيني بواحد وواحد؟ قلت لها لا مش هعمله، هسيبك انت تعمليه. فطبعا هي مش عارفه اصور منها. حتى لو تلاحظوا ان ايدي انا كمان بترعش وانا بصور. شايفين الجمال؟ شكله حلو قوي قوي. شايفين الراس من قدام؟ ركزوا بقى كده، احنا اللي رسمين الشعر اللي فات بس على خفيف عشان يبقى باين برضو طبيعي. كل ما الحاجب يبقى طبيعي، بالذات الحاجب التقيل ما ينفعش يبقى اوفر، كل ما يبقى طبيعي يبقى احسن واجمل يعني. زي ما انتم شايفين كده. ممكن اخفف بقى، ممكن اجي من تحت كده او من فوق بكونسيلر. طبعا انا ما عملتش كده. المفروض ان احنا نجيب فونديشن كده، كريم اساس، حاجه بسيطه. امشي زي ما كان ما انا بمسح كده، انا بوريكم لان هي عندها شعر اصلا، الحاجب مش متنضف. هاجي من تحت كده بفرشتي الجميله واحط كريم اساس من تحت واحط كريم اساس من فوق،
وابتدي ان انا اسحب الخط كده بحيث ان الحاجب يتظبط معايا ورسمته تبقى اجمل من كده. بس احنا ما كانش عندنا وقت وهي كانت قاعده تضحك. يا رب الفيديو يعجبكم. لو عايزين نعمل لها الحاجب التاني اكتبوا لي بقى في الكومنت.